هتعمل أول جلسة كيماوي يوم الفرح، وطالعة توجه رسالة للجمهور مهمة على انستجرام. أول ظهور للبلوجر حنان الحكيم بعد إعلان خبر إصابتها بالسرطان. يا ترى هتأجل الفرح؟ وإزاي هتبدأ رحلة العلاج؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. من أيام الكل اتفاجئ بخبر إصابة البلوجر حنان الحكيم بالسرطان، وده الخبر اللي أعلنته على انستجرام لما طلعت وقالت: عمري ما كنت هصدق إني هبقى من الناس القوية دي بجد، وأنا اللي بشوفه وبسمع عنه هعدي بيه. النهاردة عرفت مرحلة علاجي، وإن للأسف الورم مش حميد، بس أنا متأكدة إن ربنا بيعمل الخير. حتى المرض خير لينا، ونحمد ربنا على نعمة الصحة ونحس بيها كويس قوي. الناس بتشوف الظاهر بس، وبتنسى إن في حاجات كتير مخفية الواحد بيعيشها. وكمان قالت: قعدت أيام كتيرة صحتي كويسة الحمد لله من غير ما أحس بيها، وما عنديش أي مشكلة إن أحس بنعمة قد إيه مهمة. أنا قررت ما أجلش فرحي، وأول جلسة في العلاج هتكون قبل الفرح. ووجهت نصيحة لكل البنات وقالت: اوعي يكون عندك شك 1% انك تعبانة ومتروحيش للدكتور، صحتك اهم من اي حاجة في الدنيا. حنان بتقول ان كل الاعراض كانت حاسة بيها من شهور طويلة، لكنها كانت بتتجاهل الموضوع وشايفة انه مجرد اعراض من الارهاق والتوتر، ولولا الصدفة في تحليل الجواز ما كانتش عرفت ان عندها المرض الخبيث. من وقتها حنان ظهورها بقى شبه مش موجود، ويوم ما بتظهر بتطلع مع صحابها البلوجرز وبس. وده خلى الكل يسأل سؤال واحد: يا ترى هتأجل الفرح؟ وإزاي هتبدأ جلسات علاجها؟ وده اللي خلى حنان ترند السوشيال ميديا كلها بعد ما ظهرت امبارح من تاني وقررت تكشف رحلة علاجها، وقالت إنها هتبدأ في جلسات الكيماوي ليلة فرحها، وبعد كده هتفضل مكملة في الطريق، وإنه مفيش أي إلغاء للفرح أو تأجيله. حنان بتكمل كلامها وبتقول: أنا أجلت الفرح أكتر من مرة لظروف خاصة، وكنت دايما بقول كل تأخيرة وفيها خيرة، ووقت ما حددته عرفت خبر إصابتي بالسرطان، علشان كده أنا مش هأجله تاني، ومتأكدة إني هبقى كويسة. وكل اللي عايزاكوا تعملوه إنكوا تدعولي وتطمنوا على نفسكوا طول الوقت. الناس كانت مبسوطة بموقف حنان القوي، وإنها ما استسلمتش للمرض وهتقف قصاده، لكنهم كانوا شايفين إنها المفروض تأجل الفرح، وإنه مفيش أي إنسان في الدنيا هيقدر يعمل الحاجة دي بعد جلسة الكيماوي. وفي ناس تانية قالت إنه من حقها تفرح زي أي بنت، وإن القرار ده يخصها هي وأهلها بس. وأكيد بعد ما عرفت الخبر ده كل ترتيباتها اتغيرت. دلوقتي جدوركم تقولولنا، شايفين حنان أخدت القرار الصح بعدم إلغاء الفرح؟ ادعوا لها بالشفاء، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.